يسعد اوقاتكم بكل خير يا احلى متابعين. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. رمضان كريم ان شاء الله كان على الجميع، ويا رب يتقبل صيامكم وطاعاتكم وقيامكم اخر يوم برمضان وليلة عيد. كل عام وانتم بألف خير، ويا رب يحفظكم ويحفظ جميع احبابكم رمضان الجاي، ويحفظكم بخير وصحة وسلامة، ويتقبل كل صيامكم وقيامكم وطاعاتكم. لا تنسونا من دعواتكم اخر ليلة. وفطور اليوم من المطبخ العدني، بما انه بابا واخيرا اجا. بابا كل رمضان مش كان موجود، طبعا كان موجود اول يوم رمضان والبارحة واليوم، فقررنا ندلل شوية ونسوي الفطور اليوم من المطبخ العدني او المطبخ اليمني. راح نسوي اكلة اسمها الزربيان. نحتاج نقلي البصل وتيتا مقطعيها مكعبات، دجاج شايلين الجلد مالته ومقطعين باي حجم يعجبكم، لا تفرق ابدا، هذا الحجم اصغر اكبر اللي انتم تحبوه. نقلي الدجاج بعد ما قلينا البصل طبعا وشلنا، راح نبدي نقلي الدجاج حتى ياخذ لون ذهبي حلو. وهباتين تنسد كل المسام اللي بالدجاج حتى ما تطلع منها دمعات اي زفرة، وضروري جدا نشيل الجلد. بهذا الوقت نكون محضرين مي حتى نسلق التبن. نروح نسوي التتبيلة. ناخذ شوية من البصل اللي قليناه، ثوم، رومة، ملح، فلفل، كركم، بابريكا، كزبرة، البهارات اللي تحبوها او تعجبكم بين الدجاج خلوها، وراح تفرق ابدا. نطلع الدجاج ونرجع البوتيتا نقليها بنفس الجدر اللي قلينا بيه الدجاج. اول ما تاخذ لون بسيط البوتيتا راح نرجع الدجاج وياها. طبعا اليوم ماما اللي تطبخ، فاذا ملاحظين وانا مصور هنا. نخلط الدجاج ويا البوتيتا ونضيف التتبيله اللي سويناها، ونضيف عليها بشويه مي حتى نخففها. اول ما تغلي راح نغطيها ونتركها تتهدر تماما. خلينا التبن بهذا الوقت حتى ينسلق. اول ما ينسلق التبن والدجاج يشرب المي مالته تقريبا مو كلش، راح نضيف التبن اللي مبزول ويا البصل اللي خليناه والكرفس على الوجه، واخر شي زعفران ويا شويه مي حتى يعطينا لون اصفر للتبن، يعني حبايه وحبايه هيجي. خلاص الزربيان العدني. طبعا اكله كلش طيبه طلعت. في هذا الوقت عندي بوبر او يقطين قرع احمر، شو اللي تسموه. راح نسوي من عنده شوربه. اول شي خليت بصل ويا الزبد، ونضيف وياه جزر مقطع مكعبات صغيره. البوبر او اليقطين عندي مجمد، فاذا مجمد مباشره من الفريزر للطبخ على مود ما يتشتش او يذب المي مالته ويصير طعمه ابدا طيب. نخلطهم كل زين. بهاراته عباره عن ملح وفلفل وشويه جوز الطيب فقط لا غير، ونضيف المي. نخلطهم ونتركه يغلي تماما. اول ما تستوي وينهري كل الجزر والبصل عندنا والبوبر، نهرسهم هرسه زينه مثل البلندر وتكون عندنا جاهزه. راح اسوي اياها كباب بيض او كباب خضرة او كباب خضروات اللي تسموه. كل شي خضروات عندكم خلوه، بصل، طماطة، كرفس، كراث، باذنجاناية، بوتيتاية، كلهم نخلطهم سوية ونخلي وياهم تقريبا هاي الكمية. خليت وياهم 5 حبات من البيض وشوية من الطحين. نخلطهم اول شي ويا البيض طبعا ويا البهارات اللي هي ملح وفلفل وكركم وشوية بهارات 7 اوكي او 7 بهارات، واخر شي شوية طحين حتى يكون بهذا القوام، يعني تصبه صب الخاشوقة. نبدي بقليه بزيت كلش قليل، يعني ما يحتاج كمية زيت كبيرة. كل ما تكون الكباباية بهذا النوع خفيفة كل ما يطلع طعمها كلش طيب. طبعا اقليها قبل الفطور ب10 دقائق هيجي، بتاخذ من عندنا وقت وتستوي بسرعة. وهنا الشوربة مالتنا صارت جاهزة. هذا قوامها، هذا ثخنها من الشوربات اللي كلش طيبة وكلش نحبها، وحلو يطلع بيها طعم الفلفل شوية بسيط. وهنا كباب الخضروات هماتين صار جاهز. يفيدكم الأيام الجاية تعتومة في وصفة جوع آخر الليل عشاء، بما أنه خلص رمضان بعد ما نقدر نقول سحور. وهنا أنا سويت العصاير اليوم. عندنا عصير الزعفران اللي هو عبارة عن زعفران ومي وشكر فقط وثلج أكيد كمية كبيرة، وعصير برتقال خليت وياه حبات العطرة وشوية شكر على مود يعطيها نكهة كلش طيبة. واللبن أكيد بعده مقاوم آخر يوم. آخر صينية نحضرها. وهنا خواتي عندهم عادة كل يوم يشطبون يوم من رمضان بالألوان بهذا الشكل، وبهيك يكون وصلنا لآخر يوم. وهاي أجواء آخر سفرة.
هسه نروح أنا وياكم وين نحضر الكليتشة أو حلويات العيد. فأنا اليوم سويت 3 أنواع وياكم، فشوفوا الفيديو الأخير حتى تستفادوا من عندها. خليت كيلو من الطحين، رشة من الهيل، خاشوقة من الخميرة. نخلط المواد الجافة سوا. أول وصفة هي الكليتشة على الطريقة المصلاوية. كوب ونص من الدهن الحيواني، دهن حر يعني. خلي وياه 200 غرام من الزبد الحيواني هماتين غير مملح. نخلطهم بالمكسر أو بإيدنا إلى أن يتجانس تماما الزبد ويا الدهن ويصير قوامه كريمي خفيف أو كريمي شبيه بالكريمة، يعني كل ما كان قوام الزبد ثخين والدهن كل ما يكون أحسن ويتغير لونه للون الأبيض. راح نخلي الدهن على الطحين ونخلطهم سوا حتى توصل لهذا الشكل. نتأكد إنه الدهن وصل لكل كمية الطحين. راح نضيف كوب من المي وكوب من الحليب وهيك تكون عجينتنا جاهزة. نحضر البرازق اللي هي عبارة عن كوب من الدهن، راح نضيف وياه الكوبين ونص من الطحين وكوب من الشكر. نعجنهم كل زين ورشة فانيليا نسيت، ونخلطهم إلى أن تكون العجينة بهذا الشكل، عجينة متماسكة نقدر نشكلها. راح يكون وجه سمسم وجه فستق أو بس وجه سمسم حسب اللي انتو تحبوه. وصفة السيجار المحشي تمر من الوصفات الجزائرية اللي كلش أحبها. عبارة عن 4 كوب من الطحين، 150 غرام من السميد الناعم، 100 غرام من السكر، 250 غرام من الزبد. نخلط فانيليا ورشة ملح. نخلط كل هاي المكونات سوا بهذا الشكل إلى أن تتكون عندنا عجينة شبيهة بعجينة الكليشة بس شوية أطرى، يعني العجينة مالتها تكون 250 غرام. فخليت قالبين أو أصبعين ونص من الزبد وشوية ما زهر. آخر خطوة نضيفه. إذا احتاجينا مي فراح نضيف شي بسيط، وهو هاي العجينة تحتاج مي. هيجي عجاينا ال3 صارت جاهزة. الحشوات كانت تمر وحلقوم حشوة المبروش. المبروش أنا أخلي عليها حليب مكثف محلى، والتمر أخلي عليها دهن وهيل، والحلقوم مجرد شوية دهن على مود تصير بهذا الشكل. وبلشنا تشكيل كليتشة، والكل عنده طريقته الخاصة بالتشكيل بالحشوة. هذا الشكل السيجار أنا أسوي بهذا الشكل. عجينتنا ناجحة وطرية وبأوصل أجربها. فاللي حاب العجينة بالتفصيل فكل هاي الفيديوهات موجودة بالقناة تقدرون ترجعوها. أنا ضفت هذا يعني كل الفيديو واحد. أعتذر صوتي شوي تعبان. وهنا أكون وصلت وياكم لنهاية الفيديو اليوم. يا رب تكونوا استفادتوا واستمتعتوا ويانا طيلة شهر رمضان. نشوفكم فيديو جديد وأفكار جديدة، وكل عام وأنتم ألف ألف خير، ومع السلامة.